في السنين اللي فاتت جات لي شكاوى كتير جدا من امهات بيبعتوا لي مثلا تصوير او كتابه او حاجات لي شغل المدرسات او المدرسين مع اطفالهم، تفضل تقول لي طب هو كده صح ولا غلط، طب انا اسيبه ولا لا وكده. طبعا احنا بنبقى محطوطين في موقف محرج جدا ان انت تقولي لها مثلا سيبيه او ما تسيبوش او كده، ما ينفعش طبعا نقول كده. بس في الفتره الاخيره الامهات بقت على درايه كبيره جدا بكل المناهج الحديثه اللي حوالين. يعني مثلا احنا لنا 6 سنين شغالين كورسز اونلاين مع الماميز والتيتشرز، فخلاص هم بقوا فاهمين يعني ايه فونكس. فما ينفعش مثلا تبعت لي صورة لكراسة مكتوب فيها مثلا letter A has a sound A وتلاقي مكتوب جنبه ألف عليها همزة كده، letter B has a sound B وتلاقي جنبها ب بالعربي. فالحاجات دي طبعا بقت غلط جدا. انت كمدرس لازم تطور نفسك، علشان في مناهج كتير بسيطة زي اوكسفورد فونكس زي جولي فونكس، والحاجات دي بقت موجودة على اليوتيوب، موجودة في كل حتة، فسهل ان انت تبحث وتطور من نفسك. مثلا مدرس يبقى لسه الطفل اصلا مش عارف هاو تو رايت ازاي يكتب، ويروح داخل على طول مثلا في المنهج يقول لك اصلا مش مشكلتي ان انت ما تاسستش صح. طب حضرتك انا جايبك عشان تاسس ابني، فطبيعي ان انت هتاسسه، مش هتدخل في المنهج على طول. او على الاقل امشي من الاتنين مع بعض، ادي حته من المنهج بس اهم حاجه التاسيس. بس برضو انت كولي امر ما ينفعش تسيب ابنك كل السنين دي وتروح جاي مثلا على سنه رابعه وموديه مدرس تاسيس. طب ماشي، ما انت كان قدامك سنين كتيره عدت، كنت فين؟ انا كمدرس ازاي ابدا مع الطفل؟ انا ببدا اول حاجه هاو تو رايت، ازاي يكتب. خلاص الطفل عرف الدايركشنز وازاي يكتب كل حاجه، بديله النيم اوف ذا ليتر ساوند اوف ذا ليتر، بديله الاثنين مع بعض. في ناس طبعا بتقول لك تشتغل مع النيم لوحدها، وفي ناس تقول لك تشتغل مع الساوند لوحدها. انا بالنسبه لي كداليا انا بحب اشتغل النيم مع الساوند عشان تربط مره واحده. letter A has a sound وابتدي اديله الحركات بتاعت الجولي فاني فلاج ants on my arm. letter B has a sound ب، واديله حركة كأني ماسك مضرب كده، ب ب ب، وهكذا. بعد خلاص لما بياخد نص الحروف وابتدي اشتغله على الشورت فاولز، اللي هي طبعا ده على حسب عمر الطفل، بتكلم على 4 سنين مثلا. ببتدي اشتغل على الشورت فاولز، بديله مثلا letter A has a sound A، طب short A واديله كلمة من 3 حروف زي مثلا ك ت cat ت mat. خلاص شغلت شورت فولز كلها ولقيت الطفل تمام تمام، ببتدي اشتغل معاه بالدايجرافز، بديله السي اتش الاس اتش وكل الجو ده. طيب خلصنا دول، لقيت الطفل لسه مستجيب، بديله لونج فاولز الحروف المتحركة الطويلة. تمام، ببتدي بالماجيك اي، وببتدي بالماجيك اي مع كلهم. بعد كده ببتدي باقي الحاجات اللونج علشان الطفل ما يتلخبطش. نقول ونعيد تاني المرة مليون، في فروق فردية بين الأطفال. في طفل ممكن تلاقيه بيسمع كتير، يعني بيسمع وبيستجيب عن طريق السمع، يسمع أغنية يلقط معاك جدا. في طفل تاني يكتب، لما بيكتب أكتر تحس إنه بيستجيب أكتر. في طفل بصري، أما بيشوف الحاجات مثلا فلاش كاردز أو حاجات مصورة فده بيستجيب معاك. فأيا كان الطفل اللي قدامك هتلاقيهم كلهم مختلفين. ما تقارنيش ابنك بابن أي حد، أو ما تقارنش طفلك بطفل أي حد تاني، لأن كل واحد مميز في الحتة بتاعته.